حياتي. اليوم احنا شو بدنا نعمل؟ انا ولما قررنا نعمل اكل فلسطيني غزاوي. الفتة الغزاوية وملوخيتها. طبعا انا اللي عليا الفتة وانا عليا ملوخية. لما عليها ملوخية. هي قالت لي انه هي بتطبخ ملوخية، وهذا اللي شجعنا انه احنا نعمل الاكلة هاي. بس انا الصراحة ما بوثق فيها. وانا بوثق في اكل لما، عشان لي تجربه سابقه معاها. بدها تعمل لي، قالت لي المقلوبه وانها بتعرف تعملها. راح جينا على المطبخ وانه اوكي واعتمد عليها. رحت انا اللي عملت المقلوبه من اول للاخر. فاليوم وانا عندها قررنا نعمل هذه الاشياء كلها مع بعض. وبعدين تتذكري وقت المقلوبه شو عملتي؟ قلت لها حمري لي البطاطس، بس يعني ليه البطاطس حمري لي اياها. قعدت رحت غبت نص ساعه وهي لسه ما طلعت البطاطس. حلقت نص البطاطس محروقه ومرميه في الحوض مش يعني مش اللي هو يداري على شرمتها وترميها في الزباله، في الحوض. حرام نعمه، ما ينفعش. ترميها وين طيب؟ خليكم معنا اوكي، يعني رح تشوفوا اشياء بتموت من الضحك. شوفوا لما وهي بتطبخ الفنانه، شوفوا هتعمل تش بعد الملوخيه. صح؟ يلا تابعونا. هاي هي أغراض الفتة: فراخ وفلفل وليمون وملوخية ورقاق. وانا بلشت انظف بالدجاج بالخل والليمون مثل ما انتم شايفين. طبعا لانه هلا هاني ما بتحب تمسك تنظف الدجاج ابدا، بلشت انظف فيه. لا نضاف ريحتهم حلوه. ما هو الأستاذة لما مش مدركة إن أنا بدي أقطع البصل، فأنا هنا قعدت أقطع البصل وبعدين أخدته وقعدت أقلي فيه وحطيته مع الدجاج عشان أعمل الشوربة، وبعدين البهار حطيته مع لما قاعدة بتعمل صلة رحم، قاعدة بتحكي مع ستها. كيفك لما؟ كيف ستو؟ طبعا لحد ما الاكل يعني يستوي انا وهلا بلشنا كل وحده تشوف شو عليها وتعمله. انا مثل ما شفتوا كلمت اهلي واعتبرت معهم شوي، وهلا بلشت تشوف شو وراها اشياء لازم تعملها. صارت تدرس بالكورس تبعها. يلا يا ماي والله عليك حركة فنانين. شوف برضه مش اي كلام. دي بقى الكلام. والله ريحة الاكل بتجنن. صح؟ ريحة الاكل فعلا حلوة. انا بحكي حقيقة مش بجامل. ولا انا. هما يا رب يصدقوا. يقولوا هم مش هيصدقوا خالص. لا بس شكل الاكل حيبين اذا الاكل حلو ولا لا. اكيد. ريحتها حلوة. انا شماها. هلا انا بلشت اعمل بالملوخيه. اول شيء نزلتها بالطنجره، بعد هيك صرت احط عليها الشوربه. وهلا بلشت اعمل بالدقه تبعت الملوخيه اللي هي الثوم وجرده ناشفه. قلبتهم على الغاز شوي، بعد هيك عملت قطعه الملوخيه. واحد اثنين. استنى اشم الريحة. شم. بدها كمان نسيتها عشان الريحة تطلع حلوة كثير. صراحه كانت شيء رائع، يعني كانت طعمها كثير حلو، كانت ريحتها كثير حلوه. حتى هلا يلي ما بتحب ما بتقتنع تاكل الملوخيه من اي حد قالت رايها فيها باخر الفيديو. مستعدة؟ ثلاثة اثنين. حاولت ما عرفتش. وأنا بعدها بديت أعمل الرز. طبعا بما إنه أنا تخصص رز ودايما بمسك الرز بعمله كتير حلو، فأنا اللي مسكت الرز وعملته طبعا. وبعدين بدينا نحضر فيه أغراض الفتة عشان اللوك النهائي اللي حتشوفوه في آخر الفيديو. لما قاعدة بتاكل، لما ما قلت لي كيف الأكل؟ رائع. الفتة بتجنن والملوخية بتجنن. بس أنا تعبت. أنا هاكل ونام صح؟ على طول ما راح استنى. أنا قلت لك بس اسمعي، أنا يعني ذوقت الملوخية صراحة طعمها حلو. أطمنيهم كيف الملوخية؟ حلوة والله. هي هذا مش مجاملة. والله ما بجاملك عن جد. ما كانت حلوة، لو ما كانت حلوة والله ما أكلها. صير لا حلوة. يسلموا ايديك. فاينل لوك. جابت فلفل مش فاهمة يعني. بتحب الحراق. أنا غزاوية، فإحنا الغزاوة بنحب الحراق. ماشي. ما أنا برضو ما بحبش الحراق. والله صار كومنت جديد.